ايه الشغل ده؟ ايه الشغل ده؟ لا 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 لا، الريحه جننتني. ربنا يستر. خلاص خلصتي؟ الحمد لله ما حسيتش بحاجه. الدنيا هنا بتمطر ملوخيه عند صبحي كابر. الله يخليك يا رب. بسم الله الله اكبر. ايه الشغل العالمي ده؟ ايه ده، انت ما بتتلسعش ولا ايه؟ النار ما تسيبش مؤمن. الله اكبر. اوبا، في حاجات كتير قدامي لكن لازم ابدا بالطبق ده اكتر حاجه بحبها عند صبحي كابر. نجيب يا باشا العيش الملوح بتاعنا. طبعا بقى مش محتاجين تروحوا اليمن، عندهم فرن هنا بيعملوا العيش ده عندهم. ده بقى مشكل بالليه، واللي انا ما شفتش مطعم في العالم بيعمله. كله يعمل لك كبده بالليه، كبد وكلاوي، مخاصي وما اعرفش مع ايه، لكن تجميعة الخمس حاجات دي انا ما شفتهاش. الطبق ده يا باشا فيه شرايح لحمه متقطعه رفيع جدا، وشرايح كبده وكلاوي ومخاصي وليه، وكل الحاجات دي مستويه في قلب الليه. انتوا متخيلين الميكس ده كله مع بعض هيبقى عامل ازاي؟ نعمل بقى كده لقمه يا باشا ونحط فيها الخمس مكونات دول بالمنظر ده يا باشا، ونلف كده يا باشا بقى في العيش الملوح، وننزل في الطحينه. وبالمناسبه عايز اقول لكم ان الطحينه والسلطات عند صبحي كابر هنا في المطعم بتنزل فري مع اي اكل انت بتطلبه، يعني ما بتحاسبش على السلطات. بسم الله. عالمي، وانا اصلا من عشاق الطبق ده. الطحينه كمان هنا مميزه، هي طحينه على بابا غنوج. نخش على الملوخيه وهي تعتبر اشهر حاجه عند الحاج صبحي كابر. شايفين العرق عامل ازاي؟ ندوق يا باشا. ايه ده؟ الملوخيه كانت بيتي قوي، المرقه مظبوطه، وريحه التوم فيها حسستني ان انا باكلها من ايد امي. انا باكلها من ايد امي، مش من المطعم. الملوخيه هنا حاجه تانية يا جدعان. ما دام قلنا ملوخيه بقى يبقى لازم العيش البلدي، ونعمل ودن القطه بتاعتنا عالميه. دي ملوخيه امي، وزي ما انتم شفتم عاملين مطبخ بس للملوخيه لوحده، واللي شغال فيها ستات، فانت بتاكل ملوخيه بيتي. تعالى بقى خش عليا ونشوف الموزه المخليه دي. مخبيين الموزه في قلب بيتزايه. نفتح بقى يا باشا. اوه، موزه مخليه وفيها خلطه، والموزه هنا مهلبيه. دايبه يا باشا، طيبه يا باشا. نقول ايه؟ بسم الله. بسم الله. الموزه حرفيا كانت بتتزلط، انا ما كنتش بندوغها. انا حبيتها اكتر من الموزه التانيه. الخلطه اللي هي فيها دي مغيره طعمها خالص، يعني انا بصراحه فضلت الطعم ده عن الموزه العاديه. الموزه المخليه دي بينزل معاها رز بالخلطه، في كبده، وكان طعمه وهم، وكان فيها مكرونه سباكيتي وبطاطس وسمبوسه باللحمه. اللحمه المفرومه كانت بهاراتها حلوه قوي وكميتها كتير قوي. انا اول مره اشوف سمبوسه محشيه كميه اللحمه دي الصراحه. خدت لي بقى شويه ويسكي الغلابه عشان ابلع العظمه دي، وسرحت وانا بشرب، ويا ريتني ما كنت سرحت لانها طلعت سبايسي قوي وما حسيتش بيه غير في الاخر. دخلت بعد كده على ورقه اللحمه، وكانت ترشيح حد من صحابي كان بياكلها دايما هناك. اللحمه متقطعه شرايح رفيعه قوي وتسويتها عالميه الصراحه، وبتدوب في البق، والصوص اللي كان فيها كان طعمه حلو قوي. خدت معلقه خضار كده مع الصوص، حطيته مع الرز، وكانت معلقه جباره. بس انا انصحك لما تجيب ورقه اللحمه دي ابقى هات جنبها شويه رز بالشعريه، هتعلي معاك ليفل السعاده. تعالوا بقى نخش على الفخاره التركي دي. بقى مش جواها موزه، دي جواها لوحه اللي هو كتف الخروف، بيبقى معاه رز فيه جزر وبسله وورق عنب. قلت اعمل لها اختبار الذوبان، وعدت الاختبار. المطعم ده ما فيهوش حته لحمه مش دايبه من الاخر، المشهد بيتكلم عن نفسه. شايفين الذوبان؟ شايفين لون اللحمه عامل ازاي؟ ومش ده اللي فاجئني، اللي فاجئني الطعم، واللي اكد لي ان المرعى بتاعته كويسه، متربي كويس، بياكل نضيف. انا حاسس ان هم بيودوه مدرسه. مفيش ريحه الضاني اللي تقفلك، يعني اللي بياكل ضاني او ما بياكلش هيحب حته اللحمه دي قوي. خبطت صباع ورق العنب وكان شارب من دسامه اللحمه، وكانت خلطته مشطشطه شويه. ومعلومه ان اول من عمل محشي الورق عنب في المطاعم كان الحاج صبحي كابر من ايام الشارع، ودلوقتي ما تلاقوش مطعم مشويات في مصر ما عندوش ورق عنب. طب واحد الله علام يا عم صبحي. دخلت بعد كده على الحاجه اللي فاجئتني، لان انا ما كنتش اعرف انها موجوده في المنيو. المندي ده نفر مندي بينزل لك زي ما انت شايف كده، مع صباع كفته وصباع ممبار وسمبوسه. النفر ده بيتقدم في اي مكان، بيبقى مندي ورز بس. عم صبحي بيتبع سياسه اللي يمشي من المطعم ما ياكلش غير تاني يوم. بجد قيمه مقابل سعر. وبعيد بقى عن الكميات، انا في لحظه حسيت ان انا في مطعم متخصص في المندي مش مطعم مشويات. الريش يا باشا بتتسحب بسهوله، لا المندي هنا عالمي. وطبعا المشويات هنا مش محتاجه ان اقول رايي فيها، بس خليني اقول لكم ان فرمه الكفته بتفرق قوي والله. اللحمه هنا فرمتها خشنه، مش واخده بهارات غير ملح وفلفل، وده مخليك حاسس بطعم اللحمه البلدي. انا قلت بقى اشرب شويه سانشاين وارجع اكمل اكل. بس كده الفيديو بتاعنا خلص. ودي كانت تجربتنا في مطعم صبحي كابر. المنيو كان كبير جدا وحاولت الم منه كام حاجه، وان شاء الله لو الفيديو عجبكم نبقى نجرب الحاجات التانيه في فيديو تاني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وفولو للبيج. كان معاكم عمرو عزت، اشوفكم في فيديو جديد.
سلام.